تيلي تبيز برنامج طفولة اللي أنا وأنت كنا نستمتع بمشاهدته بأجواء المشرقة لسر العين، بس كالعادة كل حلو ما يكمل. برنامج تيلي تبيز المسار الموازي لعالم الأطفال، أو نقدر نقول درب الشيطان بأعماق الإنسان اللي ما يخلي شيء إذا ما يحارفه. البرنامج مستوحى من مصحة عقلية بلغاريا تدعى لا لا لاند، عشان الأطفال يعانون من أسوأ معاملة وحشية. دول الأطفال كانوا يعانون من تشوهات خلقية أو أمراض نفسية، تعرضوا لهم التعذيب والإهمال من قبل الطاقم الطبي. ونبدي أول شخصية لالا، كانت تعاني من تشوه خلقي يخليها تبتسم دائما. حبسوها بزنزانة مظلمة لمدة 5 سنوات، مما خلى لون بشرته يصير لون أصفر. هذا يفسر لون الشخصية بالمسلسل أو البرنامج. تينكي وينكي بالأصل هو أصم وما يسمع أي شيء، تعذب لحد ما خسر سنونه من وراء الضرب العناء. ودبسي الطفل الهادي اللي ما حصل علاج المناسب فصار لونه أخضر بسبب المرض اللي كان يعاني. أما بو تركوه أهله بالمصحة لسبب ما، وكانت تعاني من حروق شديدة. فوق الحروق اجوا الأطباء درسلوها بسلسلة وما خلى جروحها تلتهي بشكل حاد. وهذول الأربعة عانوا من هاي المعاناة كلها وباستمرارية. بس رغم كل المعاناة كان اكو تلفزيون عندهم بالمصحة هو اللي مصبرهم على الأذى، حيث كانوا يتجمعون مشاهدته حتى ياخذون كم لحظة من السعادة. بس قرروا الأطباء المصحة يشيلون التلفزيون من يومهم، وما خلاهم يتخذون قرار الانتحار بطريقة مأساوية. الممثلين اللي جسدوا الشخصيات ما كانوا يدرون بأي معلومة عن القصة الحقيقية لحد ما وصلوا لنهاية التصوير تقريبا، وعرفوا بالأمر وتندموا حيل على الأحداث اللي صارت للأطفال وعجزهم على مساعدتهم. والحكومة البلغارية حاولت تخفي الأمر، بس منظمة حقوق الإنسان كشفت القصة حتى تصير ذكرى مؤلمة للأطفال الأبرياء. وبس هاي القصة بكل اختصار. نعم يا جماعة الخير، القصة عادية. حاب أذكر ملاحظة مهمة كلش بخصوصها. القصة من قصص الانترنت، بحيث مثل ما قلنا بداية المقطع الانسان عنده لازم يحرف اي شيء، فخذوا شخصيات وشهرته حرفوا القصة. اذا ما صارت هواي قصص وشريها القصة تلقاها عند اغلب اليوتيوبر. القصة وهمية نعم وبشدة، تقدر تتأكد من ذكاء الاصطناعي او اي مصدر بحث عندك على متاخذ الامر. فهذا كان عندنا اليوم، اتمنى يعجبكم. لا تنسوا لايك واشتراك. دمتم سالمين. جود باي.